انت طلعتي بالبرلمان وصيحين الله اكبر قتلوا اولادنا، قتلوا الاطفال، لا مو قتلوا داعش، النساء، لا انقتل مو داعش، واللي يستخدمك براميل استاذ علي. انا يعني قلت مو الله اكبر، يعني هي معركه لو لا مو قاعده حواريه، مو بهالطريقه، هي معركه لو قاعده حواريه، هي غير معركه يروح بها طفل ويروح بها لا يسوي له. شنو حشرات هم ما حشرات تتعامل وياهم؟ لا مو حشرات، لا مو بهالطريقه، لا مو حشرات، ولكن هم من يستخدمون الناس دروع بشريه ممكن يصير بها خسائر. لا مو بهالطريقه، مو برميل تقتل 2 داعش و10 مدنيين او 15 مدني بالمقابل، اللي وفق الاتفاقيات الدوليه على الحكومه في اتفاقيات جنيف وقانون الانسان الدولي. طيب انا ما في يوم سمعتك انت شخصيا، ما في يوم سمعتك طلعتي قلتي شكرا للقوات الامنيه، شكرا للحشد الشعبي مثلا، يعني معقوله ما عندهم ولا ايجابيه؟ انا اللي اريد اقوله دائما تنطلقين من روح العداوه ويا القوات الامنيه والحشد الشعبي، هذا يلقي بظلاله على المواطن في الفلوجه. لا مو بهالطريقه، وبالنهايه تعال لا مو بهالطريقه استاذ علي. احنا تفرزنا انه احنا ضد القوات الامنيه، بالعكس نحن مع القوات الامنيه تقويه المؤسسه ورفدها بالعده والعتاد، وان لا تكون هناك قوه رديفه ولكن لها. ممنوع تضرب ولا طلقه. لا مو بهالطريقه يا استاذ علي، ممنوع يعني احنا بس ناخذهم نبرزهم ونحطهم بالبوفيه.